يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد أمام فريق أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية في نسختها الجديدة. وسيلتقي نادي الزمالك مع فريق أرتا سولار الجيبوتي ضمن منافسات ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية يوم السبت 16 سبتمبر في 4 عصرا بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية لعدم جاهزية الملاعب في جيبوتي، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت. وتأهل فريق أرتا سولار لمواجهة نادي الزمالك بعد فوزه على فريق هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي الأول بنتيجة 3 أهداف نظيفة ذهابا وإيابا. وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه في آخر مشاركة له في البطولة عام 2019 بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ب5 أهداف مقابل 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ويسعى نادي الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة القادمة أمام بطل جيبوتي لتسهيل مهمة الفريق في مباراة العودة، كما يسعى نادي الزمالك لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه ليكون الفريق المصري الوحيد الذي حقق لقب الكونفدرالية مرتين.